السلام عليكم خوتي وخواتاتي متابعين ديال خوكم عبد الله، مرحبا بكم والف مرحبا. كنت درت واحد الستوري على السنبات الشاعر ولقى واحد التفاعل كبير وجاوني بزاف ديال الاسئله على هذا الشاعر المستنبت. اول حاجه غادي نهضروا عليها ان شاء الله هي الفوائد ديال هذا الشعير المستنبت. هذا الشعير المستنبت غني بزاف ديال الفيتامين، منها الفيتامين ا والفيتامين بي والفيتامين او. غني بزاف ديال المعادن، غنذكر لكم بعض المعادن واخا انا ما حافظتش كلشي. المهم غني بالبوتاسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور، الحديد، الزنك الى اخره. كاين بزاف مجموعه ديال المعادن. وفي نفس الوقت كيسهل عمليه الهضم عند الحيوانات، وعلف زوين وقوي بزاف، كيساعد الا كان عندك مثلا ابقار. كيعطي الانتاج في الحليب مزيان، وحتى في اللحم. كاع الحيوان اللي كيعرف هذا الشعير المستنبت حتى اللحم كيتزاد فيه اللحم. المهم ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم الطريقه ديال استنبات الشعير من الاول، وغنجاوب على بعض الاسئله جاوني في التعاليق ان شاء الله. من هذه الاسئله هذه هو شحال ديال المده خصو يتسقى، وفين خصو يدار، واش غيتحط في الشمس او لا في الظل، وكيفاش كيتقدم للحيوانات. بالنسبه للسقا، سقي فوق ما بغيتي، من 3 السوايع ل 3 السوايع او من 4 السوايع 4 السوايع. المهم هذاك الشعير منين تسرحو في الصندوق ما خاصوش ينشف، خاصو ديما يبقى تازك. وفي نفس الوقت الصندوق منين تحطو يتحط بهذه الطريقه، يتحط مايل شويه. باش علاش يتحط مايل؟ باش هذا الصندوق ما يبقاش شاد الماء، يبقى يخرج الماء من هذا الودان اللي فيه، حيت الا شد الماء غيتعفنوا لنا الجذوره ديالو. كما قلت لكم سقاه في اي وقيته، المهم هو ما يبقاش شاد الماء. سقيه من 3 السوايع 4 السوايع كل ساعه، ما كاينش المشكل. المهم هو ما يبقاش شاد الماء، وكيتحط في بلاصه تكون مضله ومهويه، وما يكونش يدور فيها الغبره او العجاج او شي حاجه، باش ما يتعفنوش هاد الجذوره. خاص الجذوره يكونوا ديما بحال هكا بيضين، مايلين واحد شويه القهوي، ما يكونوش كحلين او قهويين، ديما خصهم يكونوا بحال هكا بيضين. الا كانوا قهويين بزاف، قهوي مغلوق او كحلين، عرفوا بان هاد الجذوره راهم تعفنوا. وبالنسبه للتقديم كنقدموه بالجذوره ديالو، كنقطعوه. انا بالنسبه لي كنقطعو وكنلوحو للدجاج هكا كياكلوا كيحماقوا عليه. عندك القنيه كذلك قطعوا ولوحوا ليها. عندك الغنم كذلك قطع ولوح. البقر لوح عليها بحال هكا راه غادا تاكلها. المهم كل حيوان قدم لي بالطريقه اللي بغيتي. المهم راه ان شاء الله ملي غيتعرفوا عليه راه الحيوان غيولي يعجبو هاد الشعير المستنبت. بالنسبه كاين اللي قال لك في التعاليق زوين جربه، ولكن في الصيف ما كيصدقش ليه. علاش؟ في الصيف حيت كتكون درجه الحراره كثيره، وهو كيبغي واحد درجه الحراره معينه، كيبغي ما بين 18 درجه حتى ل 22، الله اعلم على ما كنظن. يعني ما خصهاش تكون اكثر من 22 درجه. كيصدق في الخريف وفي الربيع وفي الشتاء. وفي الصيف ضروري خاصو شي بيت يكون عازل، يعني عازل من الحراره، وفي نفس الوقت يكون فيه شي مروحه او لا مبرد. من الاحسن يكون مبرد باش تحافظ على درجه الحراره اللي كيتستنبت فيها الشعير. نتمنى نكون جاوبت على بزاف ديال التعاليق، والا نسيت شي حاجه عاودوا ذكروني في التعاليق في هذا الفيديو هذا ان شاء الله نعاود نجاوبكم عليها. دابا غادي ندوزو بالمرحله كيفاش كان نبدا نصاوب هذا الشعير هذا باش يخرج ليا بهذه الطريقه هذه. هذا راه تقريبا عنده دابا شي 9 ايام، تبارك الله اللهم بارك. راه واحد 20 سنتيم دابا هذه باش طالع. غنوريكم ان شاء الله الطريقه من الاول حتى للاخر، حتى ملي غادي نفرشوا. انا بالنسبه لي الصندوق هذا البلاطو ديال الحوت، كاين اللي ثاقبهم من هنا داير لهم تقابي، وكاين اللي مخليه بحال هكا. هو اصلا عنده واحد الكرش هنايا وعنده ودان، يعني الا حتى شي غير مايل بحال هكايا وكتسقيه راه ما كيبقاش شاد داك الماء، صافي كيشبع الشعير والماء راه كيتسرب من هاد العوينات هادو. المهم هذا غنخدم به بحال هكا. انا جربتهم بجوج، تقبته وخليته بحال هكا وخدموا لي بجوجهم تبارك الله. راه صدق مزيان. انا نوريكم واحد الصندوق. هذا الصندوق هذا عنده دابا تقريبا واحد 4 ايام. هانتوما هذا راه ما متقوبش من التحت كاع، هانتوما. وراه طالع مزيان، ما معفن ما والو. وهنا دابا اخوتي غادي نبدا نغسل هذا الشعير هذا. انا كندير 2 غراف بحال هذا بالنسبه لهاد البلاطه. هنا يا خويت غراف، وهذا هو الغراف الثاني.
بالنسبه علاش كنغسلوه وعلاش كنديروا ليه الكلور او لا جافيل، باش حيت كيكون كيكون فيه الغبره، كيكون فيه بزاف ديال المواد، كيكون مداوي، كيكون الا خليناه بهذه الغبره ديالو ودرناه غادي يتعفن. حنا كنديروا ليه هاد الطريقه هذه، كنغسلوه باش حيد منه الغبره، ولا كان فيه شي دواء ولا شي حاجه كيحيد. ملي كنخويو الشعير بهذه الطريقه هذه كيطلع هاد، كنقول ليه التخاوي ولا هاد الشعير الخاوي كيطلع الفوق، كنبدا نحيدو بحال هكا. هاد الشعير اللي طالع كامل الفوق كيتحيد حيت ما غاديش ينبت. كنغسلوه تقريبا واحد 3 حتى 4 المرات حتى هاد الماء ما كيبقاش يبان ما كان موسخ، كيولي يبان الماء صافي ونقي. كنجيبو شبكه بحال هادي وكنصفيو فيها. كنعاود نرجعوه في نفس السطل عاوتاني، ونعاود عاوتاني نغسلوه غسله اخرى. ما حدك انت كتغسل فيه وانت كتشوف الماء انه كيتبدل، كيبدا يصفى. في نفس الوقت اي تخاط طلع الفوق كتحيدو. وهنا من بعد اخوتي ما غسلت هاد الشعير هذا، غسلته تقريبا 3 المرات. غادي ان شاء الله دابا نردو عاوتاني للسطل، وغادي ندير معاه واحد غلاقه ديال الجافيل اولا الكلور. وغادي نخليو ان شاء الله مده ديال واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه، وان شاء الله ندوزو نرقدوه في الماء. هاد الجافيل كيقضي على البكتيريا الضاره اللي غادي تخلي لنا الشعير انه يتعفن. من بعد اخوتي ما خليت هذا هو يترقد، غادي ندوز معاكم لواحد اخر كنت موجدو البارح. هذا ان شاء الله غادي نخليه كما قلت لكم واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه حتى نص ساعه كاع. ومن بعد عاد غادي نغسلو، غادي نغسلو من هذا الماء ديال الجافيل، وغادي نرقدو في الماء، وغيبقى 24 ساعه يعني من دابا حتى الغدا. في هذه الوقيته هذه عاد غنخدم به ان شاء الله. غادي نحطوه هنايا. وهنا عندي واحد كنت مصاوبه البارح، هذا هو اللي غادي ان شاء الله نشاركه معكم. هذا من بعد ما ترقد في جافيل تغسل وترقد في الماء لمده ديال 24 ساعه. يعني دابا ان شاء الله غادي نخدم به. بسم الله. حتى الحجم ديالو كيتزاد اخوتي ملي كيترقد في الماء. دابا شوف تبارك الله كيتنفخ، راه الكميه نفسها نفس الكميه اللي درت.
شوف تبارك الله كيف كينفخ. دابا غادي ندوزو نسرحوه ان شاء الله في الصندوق ديالنا. وباش ما ننساوش اخوتي واحد الحاجه، البلاطو ديال الشعير ملي كنحيدو منه الشعير المستنبت كنعاودو نغسلوه وكنعقموه بجافيل لتفادي التعفنات. دابا ان شاء الله غادي ندوزو نسرحو هذا. بسم الله. كنسرحوه بهذه الطريقه هذه هكذا. الحجم تقريبا سنتيم اخوتي. الا بانت لكم شي بلاصه خاويه كتعمروها، ما تخليوش الفراغات فيه. بعد اخوتي ما سرحت هذا الشعير بواحد سنتيم كما قلت لكم، ما خليت لا فراغات لا والو، كنجيبوا واحد القماش كنفزقوه وكنغطيه بهذه الطريقه هذه. كنغطيوه المده ديال 48 ساعه. كنغطيوه بحال هكا وكنبقاو نسقيوه في نفس الوقت، كنسقيوه كيبقى فازق. هنا عندي واحد الصندوق خادمو قبل، اجي تشوفوا كيفاش ولا. ها نتوما كما كتشوفوا اخوتي، ها هو راه بدا كيخرج الجذوره ديالو، بدا كينبت. ها نتوما بحال هاد الحبه هادي، ها بدات كتطلق العرق ديالها. هذا دابا اليوم ان شاء الله في الليل غادي نحيد ليه هذا القماش حتى يزيد يطلق شويه العروق. هو من هنا الليل غادي يزيد يخرج هاد العروق اللي كيبان لكم بيضين، غيزيدوا يكبروا شويه صافي، وغنحيدها ليه وغنبقى نسقيه عادي. وصلنا حتى لهنا يا خوتي. نتمنى من الله يكون عجبكم هذا الفيديو هذا. انا غادي نوريكم النيت في الاخر كيفاش غادي نقطعوا باش نقدموا للدجاج. ولا بغيتوا تسولوا شي سؤال مرحبا بكم اخوتي، فخليوا لي في التعاليق الاسئله ديالكم، التساؤلات ديالكم كامله ان شاء الله غادي نجاوبوا عليها. وما تنساوناش من واحد اللايك والدعم ديالكم للقناه ديالنا، تعليق زوين. ومرحبا بكم اخوتي. كما كتشوف اخوتي هكا دابا غادي ندي ان شاء الله غنلوحو الدجاج، راه ما كيخليو فيه والو. عندكم قنيه اي حاجه راه غتعطيوه ليها. بالنسبه للسقي يا خوتي كل واحد يسقي بالطريقه اللي عجباتو. كاينه الطريقه ديال الفابور بحال هكا بالبخاخ. انا كنفضل طريقه واحده اخرى، عندي شيته ديال الجير حيت خوكم ديما مزروب، انا كنبغي نسهل على راسي كنسقي بهذه الطريقه هذه. سقي الوقيته اللي عجبك، الماء ما كيأثرش عليه، كيأثر عليه الا كان الصندوق بقاش هذا الماء تحت في الجذوره. الماء الا كان مايل ما تخافش، انا راه كنبقى نسقي فوق حتى تيهبط الماء كنحيد عليه.
دابا بحال هكايا، دابا راه تقريبا ل 10 ونص هادي، من هنا حتى للظهر ان شاء الله، ونعاود نسقيهم ان شاء الله. المهم خوتي، كان هذا هو الفيديو ديالنا، وصلنا للنهايه. غادي نقول لكم السلام عليكم وتبقاو على خير، وإلا عندكم شي اسئله مرحبا بكم والف مرحبا، تهلاو في راسكم.